طلعت من مول الامارات اميريتس مول. رحله استكشافيه بندور على اكل مصري. تعالوا بقى، دخلت على جوجل مابس كتبت مطاعم. المهم لقيت حاجه غريبه كده مش متاكد منها، مطعم ايه هتشوفه في اخر الفيديو. بس قاعدين نستكشف، هنشوف المطاعم اللي حوالينا، واشوف المطعم اللي مكتوب اسمه ده بالمصري. هو مطعم كشري، بس كشري مين بقى؟ بالنسبه لي انا، عشان اكل الفنادق بقى بتاع كافيتيريا الاستاف او مطعم الاستاف، مطعم الموظفين، معظمهم هنود وباكستان وجنسيات غريبه كده ونيبال وفلبين. فبيعملوا اكل غريب غريب. انا بعاني من موضوع الاكل الغريب ده يا جدعان. فايه قررت خلاص النهارده يوم الدي اوف بتاعي، لازم هطلع اكل حاجه مصري من الاخر. وانا مش عارف اي حاجه في دبي بقى، يعني مش عارف اي مطعم في دبي مصري. ساعات بروح اكل في مطعم يمني، مطاعم اليمنيه برضو بتعمل لحوم حلوه وكده. وفي مطاعم سوري، بس ايه بقى، معظم المطاعم السوري اللي حواليا اي كلام بقى، تقليد يعني. فالنهارده هنطلع نجيب حاجه اصلي مستورده من مصر، كشري مصري. اول حاجه طلعت من محطه انترنت سيتي بالمترو، رحت مول الامارات. من المترو دخلت مول الامارات نفسه، وطلعت من على البوابه بتاعت الانصاري اكستشينج، اللي هو صرافه الانصاري. ومن عند صرافه الانصاري انا شفت على المابس المطعم اللي انا رايحه دوت، ان انا اطلع من بوابه الانصاري واكمل على طول في وشي، واخد يمين مع اخر الشارع. هتشوف دلوقتي، انا قربت اوصل خلاص. هشوف دلوقتي لقيت مين. دبي فيها مرحلتين من الحر، مرحلة الحر الفشخ ومرحلة الحر العادي اللي احنا فيه دلوقتي. درجة الحرارة دلوقتي 39، الحمد لله يعني أهون من قبل كده. قربنا نوصل. دبي هنا أو عامة الغربة لازم أنت تعمل حاجة لنفسك، كرييت حاجة بقى، مش تشتغل وبس. لا، لازم تطلع. نصيحتي ليك أول ما تيجي الإمارات، أول ما تيجي دبي، أول يوم بقى تظبط حاجتك وترتاح وكده، وتطلع بالليل تروح عند برج خليفة. هتعرف أهمية البلد دي، أهمية السياحة في البلد ديت، وفي قد إيه بشر هنا. يعني ما تفتكرش إن دبي ما فيهاش حد، يعني بلد صغيرة وما فيهاش حد، وفرص العمل سهلة وسريعة. لا، تعال عند برج خليفة وشوف الأعداد، هتعرف إن أنت داخل على مفرمة. قربنا نوصل. تعالى هنستكشف بقى على الخريطة فين المكان. تعالوا يا جدعان أوريكم لقيت إيه جنب KFC اللي عند مول الإمارات. مفاجأة. مفاجأة. احنا طبعا بنعمل استكشاف، عايزين نلاقي اكل مصري. بس انا لقيت حاجه ما تخيلتهاش. شوفوا مين ورايا، كشري ابو طارق. ابو طارق، كشري ابو طارق. تعالوا نعدي نشوف بيعملوا ايه بقى، كشري مستورد مصري ولا اي كلام. وصلنا عند ابو طارق. ابو طارق موجود في الامارات يا جدعان، في دبي. اوه يا عيني، اكل مصري اخيرا بقى. تسلم الايادي. نورت مصر. عادي. ده حقيقي نورت مصر. يا عيني يا الجمال. الواحد بقاله هنا سنة بيعاني، مفيش حاجة مصري. لا، انت النهارده هتاكل طبق كشري مصري اصلي. يعني ابو طارق بس، مش هتلاقي الكلام ده هنا في الامارات غير عند ابو طارق بس. طبق الكشري نمبر 1. أحلى بطارية في الدنيا. يلا نشوف عليك. تسلم ليالي حبيبي قلبي. يا جدعان أنا فل. أنا أكلت كل الكشري اللي في المطعم. الناس صراحة مفيش أجمل من كده، ناس محترمين، ناس لذيذة جدا، والكشري بتاعهم عالمي، مصري مصري يعني، مفيش كلام. أنا من النوع اللي هو ما بيحبش بيتحرج، بمعنى أصح بتكسف أصور مع حد أو
يعني ايه، ما بحبش ادخل في خصوصيات حد وفي ناس حوالينا في المطعم. انا صورت الحته البسيطه، الشورت الصغير دوت لما هو كان بيحضر لي الوجبه يعني، وما رضيتش اصور. هم عرضوا عليا قالوا لي لو عايز تصور ولا عايز حاجه، ناس لذيذه جدا ومحترمه، بس انا ايه، من النوع اللي مش بحب يعني ايه، لسه ما خدتش الستيب ديت، بس هناخدها ان شاء الله. طلعت دلوقتي في اتجاه لمول الامارات، مش هروح، اخد المترو من هناك واطلع على GBR. GBR دي منطقه كويسه، وفي هناك مكان، مطعم اسمه تشيز كيك فاكتوري، مصنع للتشيز كيك، مصنع الحلويات. فممكن ايه، ما اقفلش الفيديو على كده واخدكم معايا، على حسب بقى الفيديو مدته قد ايه، انا مش متاكد بقى. فهاخدكم معايا، ممكن اعمله على فيديو تاني. دلوقتي مكملين على مول الامارات، البوابه اللي طلعنا منها عشان نروح ابو طارق عند الانصاري اكستشينج، صرافه الانصاري. احلى حاجه في دبي ان انت لما بتيجي تعدي الطريق، بص العربيات بتقف ازاي، تعدي الطريق بكل سهوله. معديين الناحيه التانيه عشان ندخل مول الامارات.